كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو رح نعمل مع بعض أكلة لبنية اللي هي الشاكرية. اول شي تابعوا الفيديو للنهاية ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. هلا خليكم معي حتى نبلش بأكل. بيلزمني اول شي 1.5 كيلو من اللحمة. عندي هون لحم دجاج صدر، راح اقطعهم لمكعبات وسط او كبيرة مثل ما انتو بتفضلوا. فيكن تعملوا، طبعا فيكن تعملوها باللحم الغنم كمان، هذا الشي بيرجع لكم. اي نوع بتحبوا من اللحم فيكن تعملوه. راح احطهم على نار وراح اضيف لهم للحمة بصل وورق غار، وبمجرد ما بلشت تغلي عندي راح قيم الزفرة على اللحمة. وبس تصير عندي اللحمة جاهزة راح احط اللحمة على الجنب والمرقة على الجنب، لانه راح تلزمني المرقة لبعدين. وهلأ هون بيلزمني 1 كيلو من اللبن. هاي راح نعمل صوص الشاكرية طبعا. عندي هون 1 كيلو من اللبن مثل ما قلت. بيلزمني بيضة كمان راح اضيف فوقن. راح احركن هلأ مع بعض كتير منيح حتى تختفي عندي البيضة تماما، يمتزج عندي اللبن والبيض مع بعض. وراح احطهم على نار وسط وراح ضل حرك فيها حتى اللبن عندي تغلي. طبعا هدول الاكلات ما بينتركوا، لازم على طول نضل نحرك فيها. وبمجرد ما اللبن غلي عندي راح بلش ضيف فوقن اللحمة طبعا اللي كنا حاطينهم ياهن على جنب. راح اضيف كل اللحمة اللي عندي وراح احركهم مع بعض. راح اضيف لهم كمان هلا المرقة تبع اللحمة. لما نضيف لها المرقة طبعا بتعطيها نكهة للبن غير شكل. ومندوق هون الملح اذا كان ملحهم ظابط او لا. فيك تضيفي لهم ملح او مكعب ماجي اذا كان متواجد عنا. وراح اتركهم تقريبا شي 10 دقايق وهيك بتكون الشاكرية صارت عندي جاهزة. وبعد ما صارت عندي الشاكرية جاهزة هلا رح بلش ساوي الرز، لانه الشاكرية اكيد بدها حدا رز. اول شي رح اقلي الشعيرية. طبعا انا قبل ما اقلي الشعيرية لازم تكون عندي الرز منقوع وجاهز. عندي هون تقريبا كاسة من الشعيرية. راح حركن حتى احصل على اللون الذهبي اللي بدي اياه. هلا اذا انتم ما بتحبوا الشعيرية بالرز فيكم تستغنوا عنها وتبلشوا بالرز دغري، بس انا بحب الشعيرية بالرز، هيك تعطيها لون حلو وطعمه كمان غير شكل. بعد ما صارت عندي الشعيرية جاهزة راح بلش ضيف فوقن الرز. عندي هون الرز تقريبا 5 كاسات من الرز، غاسلتهم كتير منيح ومنقوعين قبل. طبعا راح اقليهم مع شعيرية كمان شوي. هلا راح اضيف فوقن المي. راح اغمر الرز بالمي، يعني لكل كوب رز بدي 1.5 كوب من المي حسب نوع الرز كمان اللي نحنا دايما متعودين نستخدمه. ضفت لهم الملح ومكعب ماجي طبعا والفلفل الاسود. هلا راح احركهم وراح غطي الطنجرة طبعا وراح خفف النار حتى تستوي عندي هون الرز على مهله. وهلأ هيك صار عندي الرز جاهز مثل ما لكم شايفين كيف طالع معي الرز كل حبة بحبته. وبعد ما صار عندي الرز كمان جاهز راح احطهم هلأ بطبق التقديم. وهاي اكلتنا صارت جاهزة، الرز
والشاكرية. بتمنى يا رب انه تكون عجبكن. اذا عندكن اي استفسار او اي شي بتمنى انكم تكتبولي بالتعليقات، واكتبولي كمان اي اكلة بتحبوها من انواع الاكلات اللبنية، اي نوع بتفضلوا. وهيك بكون انا وصلت لنهاية الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد مني.